رفقة الزملاء على المستوى الاستوديو التحليلي سواء بمدينة الدار البيضاء وأيضا على الاستوديو التحليلي برقعة الملعب. فاطمة الزهراء تكناوت ستكون اسم حاضر على مستوى التشكيل الأساسي، وباقي لاعبات في طموح كبير من أجل مواصلة المشوار. مباراة قد يراها البعض نهائي قبل الأوان كما تحدثت عنها الصحافة الإفريقية، نهائي قبل الأوان وأيضا موعد مهم جدا من أجل كل التوفيق للاعبات المنتخب الوطني المغربي في هذه المقابلة. مقابلة الهدف فيها ليس الأداء وإنما تأمين العبور، تأهل إلى دور النصف النهائي، وأيضا جوج ديال البطاقات النصف النهائي وأيضا المونديال، المشاركة في الاستحقاق المونديالي. كرة مغربية الأحمر دائما سلوى خضراء من يسار إلى يمين السادة المشاهدين. المنتخب الجنوب أفريقي بالقمصة الصفراء وأيضا السلوى الصفراء من يمين إلى يسار السادة المشاهدين. كرة مغربية جهة اليسرى محاولة زين بردواني في العمق، البحث عن ميتين، بحث عن فاطمة زهراء على تكناوت، تحاول بإمكان أنها تبحث على الاستلام. فاطمة زهراء تكناوت لاعبة سريعة، الإمكانيات ديالها الجيدة ومحاولات ديالها كتجي من الجهة اليسرى. هذا خورخي رودريغيز فيلدا، هذا هو المدرب الإسباني وأيضا المتوج بكأس العالم رفقة المنتخب الإسباني للسيدات. الآن يقود المنتخب الوطني المغربي ويبحث من أجل التألق على مستوى القارة الإفريقية والبحث عن لقب. فاطمة هنا سكينة أزراوي، محاولة تمريرها من الجهة اليمنى ولكن ما كملتش. نهائي قبل نهائي، هكذا عنوان الكاف أونلاين أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حينما تحدث عن هذه المقابلة لوصفها على أنها نهائي قبل نهائي، ويعتبر على أنه فيها إثارة، فيها حماس كبير جدا، وبالتالي كل هذه الأشياء غادي يتابعها الجمهور الكريم خلال هذا الدور، دور الربع النهائي. بالتالي البلد المضيف المغرب في مواجهة المنتخب الجنوب أفريقي. يقال على انه نهائي كاس الامم الافريقيه السيدات 2022 يرخي بظلاله على اعتبار انه هناك تنافسيه كبيره وهناك ايضا مقابله سابقه، ولكن الان نحن نلعب دور الربع النهائي، امكانيات اخرى، طموحات اخرى، اسماء اخرى، وبالتالي كل شيء بامكانه ان يكون لما لا ان شاء الله باذن الله الاقدام المغربيه وللاعبات المنتخب الوطني المغربي. هذه نويلة بنزينة سابقا بالكاكبه، سابقا بالقنيطره، ثم بعد ذلك تعرج الى فريق الجيش الملكي، وواحده من اللاعبات التي شاركت ايضا على مستوى كاس العالم للسيدات باستراليا ونيوزيلندا. مقابله لا تقبل القسمه على اثنين هنا على ارضيه ملعب مولاي حسن مدينه الرباط، حاملة اللقب 4 مرات، بطموحات كبيرة جدا، وأكيد على الفني والقدرة ديالهم على ارتقاء مستوى التحدي في المباريات الكبرى، وبالتالي هذه أشياء كتخلي أنه يكون هذا الاصطدام. مدرب خورخي فيلدا يواصل أسلوبه وأيضا عمله والتعامل مع المعطيات الحالية. كرة عند المنتخب الوطني المغربي، نويلة بنزينة، تمرير الجهة اليسرى عند زينب بردواني، ممتازة زينب التمرير ولكن ما وصلتش لتكناوت اللي كانت كتبحث على الاستلال. كتبقى النتيجة حتى الآن 0-0 بين المنتخبين معا. كرة المنتخب الوطني المغربي، تكناوت في محاولة الاستلام من الجهة اليسرى، كتمشي عند السودي، مرابط كتغير الجهة اليمنى عند حنان أيت الحاج، تمريرة أمامية، البحث على سكينة أزراوي، كرة أمامية، لاحظوا السرعة ديال سكينة أزراوي، كتوصل الكرة ديالها، الحكمة كتشوف بأنه الكرة غادرات الخط الجانبي وبالتالي تماس. منتخب جنوب افريقيا واجه المنتخبات المستضيفة 4 ديال المرات، مستضيفة الكاس الافريقيه 4 ديال المرات، خسرت امام نيجيريا ب5-0 في نصف النهائي في 2002، وانهزمت ايضا امام غينيا الاستوائيه في كل من 2008 و2012، وايضا كان عندهم حضور امام المنتخب الوطني المغربي كمستضيف في نهائي ديال 2022. وبالتالي هذه المعطيات الخاصه بالمنتخب الجنوب افريقي للسيدات. كره في الجهه اليسرى، حنان أيت الحاج، واحده من اللاعبات المهمات على مستوى التمرير وايضا على مستوى صناعه الاهداف، لانه التمريره ديالها امام المنتخب الجزائري، استلام ديال سناء مسودي وتسجيل الاهداف عطى 3 ديال النقاط، الشيء اللي كيخلينا اننا نعتدي لنا الصداره والمجموعه. كره لغزال شباك عند سكينه أزراوي،
سكينة محاولة الحفاظ على هذه الكرة آخر المطاف. الحكم كتشوف بأنه كرة للمنتخب الجنوب أفريقي. خورخي فيلدا كيشوف بأنه الالتحام والاحتكاك في إطار المشروع، في إطار المشروع. كريستينا تيمبي، تمريرة عرضية كريستينا تيمبي، تمريرة عرضية جانبية بالراس مباشرة صوب الحارسة خديجة رميشي. 30 دقيقة من اللعب، 0-0 بين الطرفين. مرابط، نقاش، نويلة بنزينة، محاولات في الدقائق اللي يمكن نعتبروها بانه نصف ساعه من اللعب، ربع ساعه متبقيه على نهايه احداث الشوط الاول. تمريره اماميه جيده، البحث على تاكناوت، الانسلالات ديال تاكناوت عندها امكانيه ديال المرور كما فعلت. محاوله هجوميه ممتازه، رجعت للمنتخب الجنوب افريقي ثلاثي كان بامكانه ان يفعل. سكينه أزراوي تضع الكرة في الشباك. لعبات المنتخب الوطني المغربي على المستوى النفسي، على مستوى العطاء، على مستوى التعامل مع اللقاء. خورخي فيلدا سيكون سعيد لا محال بالية باي. فلوفيفي مباني هذا هو الاسم ديالها، وهي لاعبة مواليد 1990 بالضبط في 12 مارس 1990 كتلعب سوء فريق ميلودي سانداونز. كرة عند المنتخب الجنوب افريقي، سرعان ما ضاعت. مرابط تحصل على هذه الكرة، أقل من 4 دقائق يسدل الستار على الوقت الأصلي لهذه المقابلة. كما قلت الانتصار في هذا اللقاء في جوج ديال التذكيرات، تذكرة للمونديال برازيل 2027 لكأس العالم للسيدات، وأيضا تذكرة أخرى للنصف النهائي كأس الأمم الإفريقية ومواصلة الطريق نحو اللقب. كرة تنفذ أمامية، نذكر بأن المنتخب الجزائري عبر أمام منتخب كوت ديفوار، انتصار بجوج ديال الأهداف مقابل هدف واحد. مخالفة، سقوط، ضربة خطأ، كرة ثابتة. حل من الحلول التسديد المباشر، حل من الحلول في عالم كرة القدم للسيدات التسديد المباشر. ولدينا عتيق ستضيف الحكمة، أضافت 8 دقائق وقت بدل ضائع، 8 دقائق ويعلن إنهاء هذا اللقاء. يلا 8 دقائق من الصبر، من العزيمة. لا، سكينة تواصل، سكينة عن طريق سكينة أزراوي، عملية هجومية، محاولة العبور، مخالفة واضحة. سكينة أزراوي تحصل على المخالفة. بطاقة صفراء للاعبة المنتخب الجنوب افريقي رقم 13 باناني مباني، لاعبة ميلودي سانداونز، هذا هو الاسم، لاحظوا. لاعبة مواليد 1990. إذن سكينة أزراوي تغادر رقعة الملعب وتفسح المجال لإيمان سعود. 3 دقائق من أصل 8. كل التصفيق وكل التشجيع وكل تحية لهذه البطلة الحقيقة، سجلت ذاك الهدف الجميل الرائع في شباك المنتخب الجنوبي افريقي. مشاهدينا
في نهائي كأس افريقيا 2022 منتخب جنوب افريقيا فاز ب2-1 على حساب منتخب وطني المغرب. الان انقلب كل شيء، بل المنتخب الوطني هو المتقدم، هو صاحب الهدفين، ومنتخب جنوب افريقيا هو اللي عنده هدف، ولكن مقابله مازال ما سالتش. كره اماميه، محاوله كان بالامكان استثمار هذه الكره من ايمان سعود. عادت من جديد المغربيه عن طريق دفاع، كترجع عند المنتخب الجنوب افريقي. سوارت، كايلين كريستين سوارت. 4 دقائق انتهت، تتبقى 4 دقائق ويسدل ستار هذا اللقاء. سعود، يلا سلام. مسودي، زينب، كرة إلى خارج خط جانبي الملعب. زينب ردواني الآن شراسة على مستوى الشق الدفاعي مطلوبة، والصلابة مطلوبة، والمتانة مطلوبة، المتانة الدفاعية مطلوبة، القوة البدنية مطلوبة، التعامل بالشكل الجيد على مستوى الشق الهجومي مطلوب من جانب. يجب مواصلة المشوار بعزيمة كبيرة، بطموح كبير. وفي هذه اللحظات يعلن وبشكل رسمي تأهل المنتخب الوطني المغربي للمونديال وتأهل إلى الدور النصف النهائي. ألف مبروك لكرة القدم الوطنية المغربية، ألف مبروك لهذه المشاركة المهمة والتاريخية. يستمر المشوار على المستوى الإفريقي، ونضع الأقدام أيضا على المستوى المونديال كأس العالم. وجنوب أفريقيا أوت. نعم، لقاء من الطراز الرفيع، لقاء على الأعصاب، لقاء مهم. نبقاو مع الصور، نبقاو مع الفرحة، نبقاو مع التألق، نبقاو مع الاستمرارية الجميلة لكرة القدم الوطنية المغربية للسيدات. فعلا لحظة من اللحظات الجميلة، لحظة من اللحظات الرائعة جدا للمنتخب الوطني المغربي، وهو يتألق في هذه المشاركة الإفريقية وأيضا يضع قدمه في المونديال، وبالتالي المسار يسير بشكل موفق للمنتخب الوطني المغربي في هذه الكأس الإفريقية. صراحة استمتعنا كثيرا، وشوفوا الفرحة، نشوفوا أيضا كيف عشنا هذه المنافسة. منتخب رائع وقوي، منتخب واصل بعزيمة، منتخب يواصل حضوره وتألقه، وبالتالي عشنا صراحة لقاء رائع جدا. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وحمد العدالي يحييكم. أعود بالزملاء على مستوى الاستوديو التحليلي، إلى اللقاء. Ici, on dit qu'on a le sens du service. Et c'est tout un métier de servir.